ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا دايما في احسن حال ومبسوطين. ايه رايكم بقى في العيش التحفه اللي انا عملته؟ عيش منفوخ كده وتحفه بجد، وطريقته من اسهل ما يكون. انا بصراحه شفته كتير على النت وطريقته عجبتني قوي، وبصراحه من اول مره جربته عجبتني قوي الطريقه ونفعت معايا جدا ونجحت معايا بطريقه حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، العيش سبونج كده وطري. العجينه نفسها قطنيه مش ناشفه، والقرمشه اللي من بره بجد تحفه. عايزه اقول لكم كمان شكله فظيع. يتسمى بقى العيش الباكت، عيش التوست، عيش المنفوخ. بعد ما تعملوا العيش ده مش هتشتروا عيش تاني من السوبر ماركت، لان الوصفه دي هتغنيكم عن اي عيش ممكن تشتروه من بره. انا صافي حبيب. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ صافي. يلا نشوف طريقتنا ايه. هي اول حاجه في طريقتنا هنحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه. طبعا لو عندنا الخميره العاديه بتاعه الفرن ديت ممكن نستعملها، بس انا بفضل دايما في العجين الخميره الفوريه. احط بنفس المعلقه معلقه كبيره من السكر، وعليها كمان 3 كوبايات كبيره من الدقيق. انا بستعمل هنا الكوب المعياري اللي هو 250 جرام. احط هنا 3 كوبايات من الدقيق، اللي هو لجميع الاستعمالات، او بتاع المخبوزات او بتاع البيتزا. بتاع البيتزا برضو تحفه للعيش. تمام. دلوقتي بقى هحط الثلاث كوبايات في العجان، وبعدين هحط عليهم، المفروض ان انا هستعمل كوبايتين دافية من المية. هحط دلوقتي كوباية ونص من المية في العجان، وهسيب نص كوباية على جنب. وعندي كمان زيت زيتون. ممكن تستعملوا اي نوع زيت نباتي انتوا حابين. استعملت زيت زيتون بيدي ريحة حلوة في الاكل. وحطيت ربع كوباية من زيت الزيتون. ودلوقتي بقى هحط ذرة ملح. دلوقتي كل المكونات جهزت في العجان، هحطهم دلوقتي يتعجنوا مع بعض كده تمام. لما معايا شويه بصوا، انا مش عايزه العجينه تلم ولا العجان ينضف خالص، انا عايزه العجينه كده يبقى العجينه شويه بتلزق، والعجان فيه شويه عجين. دلوقتي بقى هبتدي انزل حبه دقيق صغيرين على الرخامه، وابتدي بقى العب فيها شويه كده واعجن فيها شويه لغايه لما احس ان هي ابتدت تبقى حلوه معايا كده. هلمها وهكورها كده خالص واخليها حلوه ومكوره كده، كرة صغيرة. وبعدين احط في الطبق اللي هحط فيه العجينة، هحط فيه نقطة زيت صغيرة علشان خاطر بس العجينة ما تلزقش معايا. تمام. ادهن الطبق كويس زيت، واحط العجينة من جوه، والمها كويس قوي قوي. وبعدين اروح حاطة زيت من فوق العجينة، وبعدين اسيبها بقى تخمر لمدة ساعتين في مكان دافي، او 3 ساعات على حسب الجو اللي احنا فيه. هلم العجينة خالص واسيبها تخمر. بصوا بقى العجينة بعد ما سبتها ساعتين ونص تخمر، يا سلام، تحفة بجد. ما خدتش مني وقت خالص في العجن ولا حاجة. طبعا لو احنا بنعجن بايدينا او لو احنا بنعجن بالعجين، الاتنين والله مش هتاخد مننا وقت خالص. دلوقتي بقى ابتدي انزل العجينة على الرخامة زي ما انتم شايفين، هرش رشة دقيق صغيرة، وهنزل العجينة. هقسمها على جزئين زي ما انتم شايفين. آه التكنيك بقى في الفرد، انا مش هفردها بالمردنه خالص. ليه بقى؟ انا عايزاها بايدي. هو دوت اللي انا عايزاه، ان انا عايزه العجينه افردها بايدي، وبعدين الفها كده رول، وبعدين اروح من ورا قافلاها كويس. هبتدي اعمل كده تاني، اخدها كده بالطول وابتدي افردها كويس، وابتدي افتح كده بايدي، مش عايزاها خالص بالمردنه. تمام. والفها تاني رول، واقفلها من ورا كويس قوي، وبعدين اروح عاملاها تاني فرداها تاني بايدي. هي العجينه طريه جدا، مش مستحمله ان انا افردها بالمردنه ولا باي حاجه. تمام. هبتدي دلوقتي افردها بايدي. بصوا العمليه دي بكررها 3 او 4 مرات. عايزه اقول لكم بتفرق جدا 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 في العجين، بتفرق كمان في طعم العيش وطراوته من جوه. هبتدي كمان الفها رول بقى بالطول. وبصوا زي ما انتم شايفين الفها، واهم حاجه ان انا اقفلها من ورا. ما تنسوش الحركه دي لازم تتقفل من ورا. وبعدين الفها ادي اخر مره، الفها كويس كده. وبعدين اروح لفها رول صغير خالص، او زي ما انتم شايفين كده اهوت الفها رول. وبعدين كده تمام قوي. هلفها رول واسيبها بقى على جنب شويه صغيرين، واعمل النص التاني بتاع العجينه. طبعا انتوا لو حابين تعملوا العيش اصغر من كده براحتكم. انا حبيته كده يبقى حلو يعني، نصين حلوين قوي. بس انا ظبطتها كده، دي اخر مرة عملتها فيها.
زي ما انتم شايفين بقفلها كويس قوي من الجناب ومن ورا عشان خاطر يبقى شكلها حلو. تمام. ادي الجزء التاني بعمله بنفس الطريقة، بفرده والفه 3 4 مرات لغاية لما بيكون معايا جزء زي اللي انا عملته ده بالظبط، بخليهم الاتنين قد بعض. تمام. زي ما انتم شايفين افردها وبعدين الفها رول صغير كده، وبعدين اروح قافلاها من ورا بالطول، اروح واخداها برضو لفاها وفرداها ولفاها برضو بنفس الطريقة. العملية دي لازم اكررها. يعني هتقولوا ايه لازمتها، مش هتفرق في حاجة؟ لا، بتفرق جامد. هجيب بقى صينية ادهنها زيت وارش عليها رشة دقيق من تحت، واحط فيها النص الاولاني بتاع العيش، وبعدين هكمل النص التاني دوت واروح فرداه وحطاه، آه واروح لفاه رول، واروح حطاه في الصينية واسيبهم بقى ايه يخمروا مع بعض ساعتين 3 زي ما انتوا حابين. ممكن تولعوا الفرن وتسيبوه حبة صغيرين يسخن وتروحوا حاطين العجينة فيه، بس اهم حاجة تغطوها. تمام. دي اخر مرة هفرد فيها العجينة والفها رول كويس، رول صغير، وبعدين اقفلها من ورا كويس قوي عشان خاطر زي ما اتفقنا اللفة دي بتفرق قوي. هلفها رول واقفلها كويس قوي من ورا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده اهو. وتمام قوي كده. ابتدي بقى اظبط شكلها كده، خلي شكلها حلو ومتظبط، واقفلها كويس، وبعدين ادخلها في الصينيه واسيبهم بقى زي ما اتفقنا في حته دافيه يخمروا مع بعض. بس كده ساعتين بقى، ساعه ونص زي ما انتوا حابين. زي ما انتوا شايفين انا سبت العجينه تخمر في الفرن، ولعت عليها الفرن 10 دقايق وبعدين قفلته وسبتها تخمر. زي ما انتوا شايفين الله اكبر اتخمرت معايا وانتفخت لضعف حجمها. الخطوة دي بقى حلوة قوي. يعني انتوا حابين تعملوها او مش حابين براحتكم، بس هي فرقت معايا وفرقت في شكل العجينة قوي. انا فتحت العجينة فتحتين 3 كده من فوق. تمام. وهدهنها من فوق بالمية. حابين تدهنوها باللبن، حابين تدهنوها بالبيض، زي ما انتوا تحبوا مش هتفرق. انا دهنتها من فوق بمية، ودهنتها كويس قوي، وجبت معلقة من الدقيق حطيتها في مصفى، وبعدين ابتديت بقى ارشها على العجينة من فوق. هدخلها بقى الفرن درجة حرارة 180 على رف وسطاني، وان شاء الله بإذن الله هتبتدي على رف وسطاني. واهم حاجة في الحكاية دي ان انا هحط حلة فيها مية من تحت تغلي مع العجينة. زي ما انتم شايفين طلعت من الفرن. هسيبها تهدى خالص، هنسيبه يهدى خالص، وبعد كده هوريكم بقى شكله واحنا بنقطعه. بصوا انا سبته يهدى هنا اهوت يعني تقريبا نص ساعة. عايزه اقول لكم مقرمش قوي من بره. يعني انا كنت نفسي اسمعكم صوت القرمشه بجد رهيبه. مقرمش وحلو قوي من بره. من جوه طري، مش ناشف، لا حلو قوي، واخد لون حلو كمان من فوق من غير ما اولع عليه الشوايه. دلوقتي انا هقطعه بشكل شرايح رفيعه عشان بس ما يبقاش تقيل ولا تخين علينا واحنا بناكله. زي ما انتم شايفين انا بقطعه شرايح مش مفرول خالص، كل شريحة كده ماسكة نفسها. وشكله حلو كمان مش مفرغ من جوه. لا المية كمان اللي احنا حطيناها من تحت اديته رطوبة حلوة. الصوت دوت موسيقى بجد. انا دلوقتي طلعتها من الفرن وسبتها تهدى ساعتين 3 لغاية اما ارتاحت كده وبقت باردة. وبعدين دلوقتي بقى هبتدي اطلعها واقطعها كده زي ما انتوا حابين. انا قطعتها شرايح بالعرض كده، رفيعة مش تخينة، عشان برضو ما احسش ان انا باكل عجين بس. لا حلوة طرية قوي، خفيفة، العيش خفيف نفسه مش مكتوم. يعني حتى وانا بقطعها كده مقرمشة من فوق، حلوة قوي. بصوا من جوه يعني ما فيهاش فراغات، لا حلو، عيش ناجح 100%. عايزه اقول لكم الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. لا هي صعبه ولا هي متعبه خالص بجد. هي بس التعب كله في ان انا بفرد العجينه وبرولها كده عشان خاطر تديني النتيجه اللي انتوا شايفينها دي، النتيجه الطريه السبونشي المقرمشه من بره اللي مش معجنه من جوه. بجد حلوة قوي. انا هعمل لكم العيش دوت بكذا طريقة وبكذا طعم وبكذا فليفر عشان الايام اللي جاية ان شاء الله باذن الله. الايام الشتوية ديت بتبقى عايزة عيش سخن. متنسوش يا جماعة زي ما اتفقنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ صافي. وانتظروا اكلة جديدة ووصفة جديدة من مطبخ صافي. باي.